السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا طقم أنتريه 4 قطع، كنبتين وكرسيين. العميل جايب لونين مع بعض من القماش، وعايز كنبة وكرسي يبقوا كشمير وكنبة وكرسي يبقوا تركواز. وهنشوف في الفيديو دوت طريقة تنجيد دراع الكنبة، بما ان الكراسي والكنب نفس الستايل، نفس القعدة، نفس الدراع، نفس الظهر، فالتنجيد بتاعهم هيبقى واحد. هنشوف مع بعض طريقة تنجيد الدراع في الكرسي التركواز. تمام. وهنتكلم كمان عن الخامات اللي محطوطة في الطقم دوت. في حاجة عايزة اقولها، ان النجارة لما بتيجي من عند النجار، سواء كانت جديدة او عميل جايب الطقم بتاعه قديم هيتفور وعايز يتنجد من جديد، بيبقى ليه نجارة تنجيد. ايه هي نجارة التنجيد؟ اول حاجة العلبة بتاعة الظهر، تاني حاجة الخشب اللي بيتحط في الدراعات من تحت بيتثبت عشان يتدبس عليه السفنج، وكمان يتدبس عليه القماش بتاع الدراع. اول حاجة بنعمل الخشب بتاع الدراعات، وبعد كده بنشد اي فضل قماش عندنا بنشدها على الخشب عشان تسدلي الفراغات اللي في الخشب. بعد كده بنبتدي نحط السفنج بتاعنا ونحط الفايبر الرول، وبعد كده بنبقى مجهزين الكسوة بتاعة الدراع. طبعا كسوة الدراع دي بتتفصل على قد الدراع بالظبط، وبيتساب سنتي واحد بس عشان الخياطة، وبيتعمل بالفيليتو زي ما انتم شايفين. بتتخيط الكسوة على المكنة وبتيجي تتلبس للدراع كده، وبتدي زوجي يشدها ويدبس ويثبت الكسوة كده زي ما انتم شايفين. تمام. طيب ايه السفنج اللي محطوط في الدراع؟ طبعا السفنج الدراع والدهور بنستخدم السفنج ال5 سنتي، اللي هو كثافة 30 من شركة صناعته، وكنت مصوراه في فيديو قبل كده. اللي حابب يرجع يشوف الفيديو يرجع يشوف. بالنسبة للسفنج بتاع القعدة نستخدم سفنج كثافة 45 برضو من شركة صناعات، ارتفاع 13 سنتي. تمام. لو في اي حاجة بخصوص البضاعة او الخامات المستخدمة، او اي سؤال يخص التنجيد، ممكن تبعته على الواتساب. انا بسيب دايما الرقم في الوصف، وده رقم زوجي وبيرد على كل الناس. في كمان قناة فنون التنجيد بتاعت زوجي، عليها شرح فيديوهات تعليمية وعليها حاجات كتيرة مفيدة. اللي حابب يروح على القناة يعني يشرفنا اشتراكه هناك ويشوفها، هتفيده كتير ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده بيظبط الفليتو، وبعد ما بيشد القماش قبل الاخر خالص، ما بيشد القماش من ورا، بيفتح على الفليتو ويسحبه سحبة من كل اتجاه عشان يبقى مش مهوي كده، او يعني بيبقى مشدود وشكله اجمل. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا، متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة.